كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل مع بعض احلى سابليه. بس قبل اي حاجة تعملوا لي لايك وشير، لان انا تعبت جدا في الفيديو ده، بصور فيه بقاله يومين. مقادير السابليه: معايا كيلو زبدة تكون درجة حرارتها باردة شوية، ما تكونش طرية قوي، ومعايا 2 كيلو الا ربع من الدقيق، يعني حوالي 11.5 كوباية بالظبط يعني. عندي كمان 400 جرام من السكر البودرة، ويكون منخول كويس جدا. 400 جرام سكر بودرة يعني كوبايتين، و100 جرام دقيق لوز، ده اختياري بس هو اساسي في الوصفة، بيديها طعم حلو قوي. بس لو مش عايزين تحطوا دقيق لوز استغنوا عنه، مفيش مشكلة. كمان معايا 5 بيضات بحرارة الغرفة، ومهم جدا تكون بحرارة الغرفة. هما في الفيديو مجهدين شوية، بس هما بس كان واقع عليهم شوية من الدقيق وانا بوزن. معلقتين من الكاكاو، لو انتوا عايزين تعملوا جزء منه بالكاكاو، المعلقتين يعني 35 جرام، ولو انا هستخدمهم هشيل معلقتين من الدقيق واحط الكاكاو. 70 جرام نشا يعني نص كوباية ومعلقة، وعندي معلقة كبيرة فانيليا، وربع معلقة صغيرة من الملح. اول حاجه بعملها ان انا نزلت نص كميه الزبده، لان انا شغاله بمضرب مش عجين. ضربت الاول نص كميه، وبعد كده نزلت النص التاني علشان بس المضرب ما يبوظش مني. لو انا عجان هنزل كميه الزبده كلها مره واحده. بعد كده نزلت السكر البودره، ورجعت ضربت تاني لحد ما الزبده يكون قوامها كده كريمي ويكون لونها ابيض. بعد كده بقى نزلت بالبيض واحده بواحده، ومعلقه فانيليا. انزل البيضه، اضرب البيضه تختفي، ارجع انزل بيضه تانية، اضرب البيضه تختفي، وهكذا لحد ما اخلص ال5 بيضات. بعد كده بقى نزلت بالمكونات الجافه: النشا ودقيق اللوز والملح، وقلبتهم برضو تقليبتين بالمضرب، واخر حاجه هنزلها هي الدقيق. اخر حاجه بقى نزلتها الدقيق، وهبتدي ان انا هنا اعجن بايديا، لان طبعا العجينه دي ما ينفعش اعجنها بالمضرب. لكن لو عندكم عجان هتحطوا دقيق تاني في العجان وتشتغلوا بيه عادي، مفيش اي مشكله. وده شكل العجينه اهو بعد ما خلصتها. بصوا، عجينه متماسكه ومش بتلزق في الايد نهائي، وبشكلها بسهوله. بس لما باجي اشيلها بعد ما اشكلها مش شكلها مش بيبوظ، ده معناه ان هي عجينه متماسكه. جبت بقى قوالب بتاعه الميني تارت، وبحط فيها كده عجينة صغيرة، وببتدي ان انا اظبطها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بثبت العجينة كويس في القالب والسمك بيبقى تمام، بخرمها بالشوكة عشان ما تعلاش في الفرن. هنا بقى اخدت جزء من العجينه فردته على كيس مطبخ كده، وحطيت عليه كيس تاني، وابتديت ان انا افرده. بيكون بسمك وسط لو انتوا هتعملوا السابليه واحده بس وتزينوها، يعني قصدي مش هتحطوا 2 على بعض. لكن لو هتحطوا 2 على بعض بترفعوه شويه، بس مش بيترفع قوي علشان ما يتلسعش معاكم في الفرن. واستخدمت بقى القطاعات دي بكذا مقاس منها، واستخدمت كمان قطاعة مدورة. على فكرة مش شرط قطاعات، ممكن تقطعوه بكوباية او فنجان او سكينة، في حاجات كتير قوي ممكن تستخدموها غير القطاعات، هو الموضوع مش صعب خالص. بس كده، واخدت بقى جزء تاني من العجينة فردته، قطعته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا انا بقى هستخدم الاسطوانات عشان اعمل السابليه يكون رولز كده. قطعتها بقى زي ما انتم شايفين كده، وبحط كل قطعة من العجين على الرول، وببتدي ان انا الفه كده علشان يثبت على العجينة.
وسويت بقى الاطراف. بصوا هو الشغل على الرول ده مش سهل، هو صعب شوية بس بيديكوا نتيجة حلوة جدا يعني. بصراحة هو شكله مختلف وشيك قوي. وده شكله بعد ما خلصته. دخلته فرن سخن على درجة حرارة 190. هياخد معاكوا تقريبا 12 دقيقة ويطلع واخد لون مثالي. بعد كده بقى خرجته من الفرن وسبته يهدى بس كده 5 دقايق. وابتديت ان انا اسحبه كده اسحب البسكوت من الاسطوانة كده، بيطلع بكل سهولة. ما تقلقوش خالص، بس اهم حاجة بالراحة عشان ما يتكسرش منكم. لكن الميني تارت العجينة بتطلع منها، يعني البسكوتة بتطلع بمنتهى السهولة. يا دوب بس كده تمسكوها تلاقي العجينة البسكوتة طلعت على طول. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه كلها الحمد لله، عايزه اقول لكم واخد تسويه كلها حلوه جدا. انا في شويه بحبهم كده يكونوا متحمرين شويه، والباقي بسيبه كده واخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى الاشكال اللي على شكل ميني تارت، حطيت فيها بقى ايه، انا كنت جايبه حشوه كندر وتوفي وزبده لوتس. طبعا ممكن ما تستخدموش الحاجات دي عادي، اساسا الوصفه الاصليه بتحط فيها مربى، وممكن تحطوا شوكولاته. انا بقى حطيت كده زي ما انتوا شايفين في القوالب الصغيره دي بس. وحشيت كمان الرولز بنفس الحشوات، كندر ولوتس وتوفي. برضو لو مش متوفرين في حشوات كتير جدا زي مثلا، بصوا هو الاساسي مربى زي ما قلت لكم، بس في حشوات كتير جدا ممكن تحشوا بيها، او شوكولاته مثلا بالحليب كده. ممكن تحطوا عليها شويه كريمه عشان يكون قوامها طري وتحطوها جوه الرولز دي. كان عندي لوز زينت بيه، واصلا هم مش محتاجين تزيين، بس انا بحط تاتش اخير مش اكتر. لكن هم شكلهم حلو قوي من غير ما ازينهم. في شويه بقى بحط عليهم كده شوكولاته وبغلفهم كويس جدا، وبصفيهم من الشوكولاته. الشوكولاته انا بستخدمها بدون اي اضافات، لو عايزين تضيفوا حاجه ممكن تضيفوا بس معلقتين زيت مش اكتر من كده. وزينت كده بشوكولاته بيضه من فوق والله، وهو من غير تزيين برضو شكله حلو جدا برضو. وزينت برضو الرولز دي بشوكولاته بيضه، في جزء منهم زينته كده وفي جزء منهم غلفته بالشوكولاته البني. غلفته بقى كويس قوي كده وصفيته كويس من الشوكولاته، وطلعته على اكياس مطبخ او ورق زبده لو متاح عندكم بس. وزينته تاني بشوكولاته تاني، بس يعني ممكن تستخدموها بيضه او غامقه زي ما انا عامله كده، الاتنين بيدوا نتيجه حلوه جدا. وبس يعني ما عملتش تزيين غير كده، بس هو ده اللي انا عملته في السابليه كله. وبس كده، ده كان شكله بعد ما خلصته. انا هسيبكم انتوا تحكموا عليه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي على يوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد.